السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسمي منى غيث ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني انزلوا تحت الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل اشعارات بالوصفات الجديدة. ولو الوصفة عجبتكم ما تبخلوش علينا باللايك. الفراخ المشوية بتاعتنا النهاردة هقول لكم على تتبيلة انا اقيمها من احسن التتبيلات اللي انا جربتها للفراخ. التتبيله دي يا جماعه بتودي الفراخ في مكان تاني خالص، بتبقي كأنك اول مره تاكلي فراخ مشويه لما تجربي التتبيله بتاعتي دي. قبل ما هبتدي هنقول بسم الله ونصلي على الرسول. انا معايا فرخه اي حجم انت تحبيه. هنفصل سلسله الظهر بتاع الفرخه. طبعا الفرخه بتاعتنا مغسوله ومنقوعه في ليمون وسكر وخل وملح اللي هو محلول النقع بتاعنا. فايدته ايه؟ بيدوب اللحم وما بيديش ريحه زفاره للفراخ. خلاص، ببتدي اشيل سلسله الظهر والتجمع اللي بيبقى الدموي اللي بيبقى في الوراك بنشيله، وبتنشفي الفرخه بتاعتك كويس كده بالمناديل. انا عايزه الفرخه ما عادتش تنزل اي ميه مع الرقب دم. تمام. بعمل ايه بقى؟ بقلب الفرخه كده زي ما انت شايفه وبحاول اكسر من فوق. انا بصراحه معرفتش فروحت مديالها خبطه كده من ورا من نص العظمه بتاعت من ناحيه الرقبه كده، فاهميني؟ زي ما انتوا شفتوا كده دلوقتي. وابتدي بقى اظبط الفرخه عشان يبقى شكلها حلو. انقلها في الصينيه اللي انا هشتغل فيها عشان ما افضلش اشيل واحط في الفرخه. انا كان معايا كمان ربع فرخه، ده طبعا عدد الفراخ وكميتها بيبقى حسب عدد افراد الاسره. تمام. بجهز الصينيه بتاعتي كده تمام وابتدي اعمل التتبيله بتاعتي. التتبيله بتاعتي عباره عن ايه؟ بسم الله. عباره عن بصل وطماطم وقرن شطه حار وتوم. طبعا قرن الشطه الحار ده اختياري، لو انت مش بتحبي الحاجه الحاره يبقى قرن رومي بارد عادي خالص، هو بيدي طعم حلو قوي قوي مع الفراخ. وكميه التوم حوالي راس توم صغيره. ودول بصلتين كبار انا قطعتهم و3 طماطمات. هنزل في شفشق الخلاط بتاعك. انت ما عندكيش كبه اشتغلي في شفشق الخلاط وما تخافيش هيلف لان احنا لسه هنحط اضافات سائله. وهنزل بعصير ليمونه وحوالي 4 معالق من كل من الخل والزيت والصويا صوص. تمام. 4 تقريبا ربع كوباية من اللي هو مج الشاي العادي الصغنطوط بتاعنا تقريبا كده. تمام. حبة حبات. وكوباية زبادي اللي هي الحجم الصغير العادي خالص. الزبادي حلو قوي مع الفراخ، بيخليها طرية وبيفتح الأنسجة بتاعتك وبيخليها تشرب التتبيلة. ومعلقة من عسل النحل. مفيش عسل النحل حطي بقى. تضيفي معلقة من السكر الأبيض بتاعنا العادي. خلاص. بالنسبة للتوابل بتاعتي معلقة وربع صغنطوطة من الملح لأن طبعا الصويا صوص بيبقى مالح. معلقة صغيرة من كل من بابريكا، فلفل أسود، كزبرة، كمون، قرفة، كركم، بصل بودر. تمام. الكركم بيدي لون حلو قوي للفراخ وكمان مفيد في نفس الوقت. بنزل بقى بكل ده وبقوم مدياله ضربة في الخلاط لحد ما يبقى معايا عصير زي ما انتوا شايفين كده. بجيب مصفى واروح نازله بخليط التتبيله اللي انا عملته ده على المصفى فوق الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي اصفي فيه. انا مش محتاجه للتفل بتاعي ده نهائي نهائي يا جماعه لان هو بيبقى يضايق في الاكل. احنا خدنا كده الخلاصه بتاعته وصفيناه هيطلع معانا الفراخ. يعني انا والله ما ببالغ ان طعم الفراخ ده ملوش حل. انتي بتاكلي فراخ مشويه. بصي انا هوصفها لك ازاي. فراخ بيتي احلى من طعم الحاتي 1000 مره. وهنطلعها برضو زي اللي مشويه على الفحم. وهقول لكم انا هعمل خطوه اللي جايه ايه. هتبتدي تمسجي في الفرخه بتاعتك خالص وتدخلي كل التتبيله تحت الجلد. اهم حاجه ما تقطعيش الجلد عشان فرختك في الاخر تطلع شكلها حلو في التقديم. وتغطي الصينيه بورق فويل. انا عملتها واحده بالطول وواحده بالعرض عشان اقفل على الصينيه كويس عشان الفراخ ما تنشفش مني. مش هنحط ورق زبده ولا اي حاجه. انا بصراحه ما كانش عندي اليوم ده ورق زبده. واكون مسخنه الفرن لازم يبقى سخن. وتغطي الصينيه زي ما اتفقنا كده بالفويل وتدخليها الفرن وتسيبيها مع نفسها بقى وتتابعي سواها. في نص السوا كده هنبتدي نشيل الفويل
هنشوف دلوقتي مع بعض. انا معايا صينيه بطاطس بقى تحفه يا جماعه. بتقطعي البطاطس خرط زي ما انت شايفه كده، وتجيبي صينيه وتبشري فيها بصله، وتنزلي على البصله بمعلقه من الزيت ومعلقه من السمنه. مش عايزه تضيفي سمنه يبقى حبه زيت او كل الكميه سمنه مش مشكله. ترفعي الصينيه على النار تتشوح، تاخد لون كده يا دوب اصفر. تكوني مجهزه راس توم صغيره وقرن شطه حامي وبصله صحيحه. طبعا قرن الشطه الحامي احنا متفقين ان هو اختياري. انت مش بتحبي الحاجات الحاره يبقى قرن رومي بارد عادي خالص. ببتدي افرم التوم بتاعي وانزل على البصل وهو بيتشوح، والقرن الشطه برضو يا جماعه بقطعه عليه وهو بيتشوح. بالنسبه للبصله الصحيحه انا بقسمها نصين وابتدي اقطعها جوانح. البصله بقى اللي تقطعي الجوانح ديت بتدي تسكيره للبطاطس مش طبيعيه. خلاص. الخطوه بقى كمان اللي انا بعملها انتم متعودين عليها، ان انا بحط الفلفل الاسود مع البصل. كمان النهارده هضيف باقي التوابل كلها. هضيف ايه؟ هيبقى الفلفل الاسمر، معلقه من فلفل اسمر، معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره. بصوا التوابل وهي بتتشوح مع البصل بتطلع ريحه بتبقى قلب الدنيا. تمام. انا مجهزه بقى البطاطس بتاعتي، بنزل على المكونات دي كلها وهي على النار. برضو بدي للبطاطس تشويحه كده، بخلي التوابل مع البصل على البطاطس بتبقى رهيبه يا جماعه. طبعا احنا بنجهز الطماطم متفرزه في التلاجة، فانا طلعت كيس فكيته بس في مقلايه كده علشان يبقى وانا بحطه على البطاطس ما يبقاش متلج. وضفت له معلقه من الملح على الصلصه كده لوحدها. خلاص. ولما بقلب كده البطاطس كام تقليبه مع بعضها، ببتدي انزل بالصلصه بتاعتي عليها واسيبها بقى على النار تاخد وتدي كده مع نفسها لحد ما البطاطس تستوي. خدي بالك علشان البطاطس ما تتهريش معاكي، انا عايزه البطاطس تبقى مستويه وتيجي برضو تغري فيها تلاقيها طالعه الخرطه بخرطتها كده. هبتدي بقى ابص على الفراخ بتاعتي، خلاص هي قربت تستوي. بشيل بقى الفويل بتاعي علشان تاخد لون كده تحفه معانا. هعمل جنبهم رز بالحبهان والمستكه. انا يعني حوالي 6 فصوص كده من المستكه، ما تكتريش لاني المستكه مش رخيصه قوي، وكمان يعني فصين منها بيعمل ريحه برضو حلوه. والمستكه اللي انا جايباها دي بصراحه الريحه بتاعتها رهيبه يا جماعه. بتبتدي تجيبي حله كده وتنزلي بمعلقه من السمنه البلدي وشويه من الزيت وتنزلي بالمستكه بتاعتك. هتلاقي المستكه من غير ما تحطي المعلقه ولا اي حاجه بدات تدوب مع السمنه والزيت. والحبهان لما بتضيفيه يا دوب ريحته بتطلع. وتبتدي تنزلي بالرز بتاعك طبعا مغسول ومتصفي وتشوحيه. انا عايزه كل الرز يتغلف الماده الدهنيه اللي احنا حطيناها ايا كانت. وتكوني غاليه ميه كده جنبها، بتنزلي بقى بالميه بتاعتك وتشوفي العيار. احنا متفقين عيار الرز فوق مستوى الرز بعقله صباع. تمام. وتبتدي بقى تملحي الرز بتاعك وتغطي عليه. هيتعامليه بقى زي اي رز عادي. اول ما هينشف الميه بتاعته يشربها، تروحي حاطه تحته الشياطه ونقلها على العين الهاديه لحد ما يستوي معاكي كل حاجه احنا كنا عاملينها. البطاطس والفراخ هتكون خلصت معانا. تمام. ايه بس كده احنا خلصنا الاكله بتاعتنا. وبصوا يا جماعه والله العظيم كانت توليفه اكل رائعه. يعني انت لو محتاره تعملي غدا ايه انا برشح لك الاكله دي. خلاص احنا كده طلعنا صينيه الفراخ بتاعتنا. اللون اللي هي واخداه ده افضل لون للفراخ. اللون طالع ذهبي كده والفرخه ما نشفتش تحت الشوايه. لو هي الفرن بتاعك ما ادهاش لون، افتحي الشوايه 3 دقايق عليها هتطلع لك باللون الروعه ده. انا كنت سخنت فحمايه كده على العين الصغيره ونقلتها على طبق. عملت طبق من الفويل، ومن الدهون اللي نزلت من الفرخه والزيت وكده هبتدي اطفي الفحمه بتاعتي. الخطوه بتاعت الفحم ده بتخلي الفراخ تاخد كده من طعم الفحم كأنك شويها بالظبط على الفحم. عشان كده انا في اول الفيديو قلت لك هتطلع معاكي الفراخ بيتي مشويه بيتي بس احلى من بتاعه الحاتي 1000 مره. طبق التقديم بقى بتاع الفراخ، انا جبت بصله كده قطعتها شرايح ونزلت عليها بمعلقه من السماق وشويه من الخضره، ونقلت الفرخه بتاعتي بالراحه في الطبق. يعني ليها بالراحه لان الفرخه دايبه خالص عشان الورك بتاعها ما يتقطعش منك ولا الصدر ولا الكلام من ده، وتطلع شكلها حلو ولطيف كده.
طبعا احنا متفقين ان العين بتاكل قبل البق. خلاص. البطاطس بتاعتي كانت استوت ودخلتها تحت الشوايه. طبعا درجه لون البطاطس دي بترجع لك، في ناس بتحبها متحمره قوي لدرجه ان وشها تحسيه محروق، في ناس بتحبها كده، وفي ناس بتحبها فاتحه، في ناس بتحبها وسط. انا مطلعاها تحميرها مظبوط. تمام. والرز بتاعي خلاص كان جهز برضو. الرز طبعا طعم المستكه والحبهان مع الرز تحفه. في ناس بتحب تعمل الرز بالشوربه، بس انا النهارده قلت خلينا في المستكه والحبهان. انا عايزه طعم المستكه هو اللي يبقى ظاهر في الرز، ما يبقاش داخل معاه اي نكهه تانية. كان خلاص كل حاجه من اللي انا عملتها جهز. ابتديت اغرف بقى علشان افرق صينيه البطاطس والرز. صينيه البطاطس طالعه، شوفوا الخرطه بخرطتها، وتعملي كده بس بالشوكه هي دايبه معاكي. طبعا طول ما صينيه البطاطس على النار يا جماعه، انا باكد على الموضوع ده، اوعي تقلبي فيها، لان البطاطس ما بتتحملش، هتبقى طالعه معاكي بقى مش صينيه بطاطس. يعني لو قعدتي تقلبي فيها البطاطس هتتهري منك وتطلع كانها صينيه يعني مهلبيه مش بطاطس. احنا عايزين الحاجه تطلع شكلها حلو، والخرطه كده بخرطتها معانا. الرز تحفه، طعمه رهيب يا جماعه، طعمه يعني انا المستكه دي ودت الرز انا عملت قبل كده رز بالحبهان، بس المستكه بصراحه فرق في الطعم جدا. الفراخ بقى انا قاعده بصوا وانا بكسر ورك الفرخه، انا عايزه اكسره وكله كده على بعضه عشان اوريهولكم على اللحم. مش عارفه لان دايبه، لقيت العضمايه طلعت في ايدي من الناحيه التانية من كتر ما الفراخ دايبه معايا. طبعا واخده من بره، انا بوريكم القرمشه اللي الفرخه واخداها من بره. اللحم ابيض يعني شمع تحفه. بصوا انا لسه بعمل كده لقيت العظمه طلعت، انا مش عايزه العظمه، انا عايزه الورك باللحم كده يطلع. لا دايبه دايبه جدا، اللحمه بتاعتها زبده يا جماعه. شوفوا انا في الاخر هزهق وهروح مطلعه العظمه لوحدها بره الفرخه. اللحم شوفوا من جوه ما شاء الله. التتبيله دي من التتبيلات برضو اللي مش بتغمق الفراخ، في بعض تتبيلات بتغمق الفراخ من جوه، يعني انا مش بحبذها قوي. تحفه يا جماعه، طعمها روعه، واخده طعم الحاتي طبعا من الفحم اللي احنا حطيناه. اتمنى من كل قلبي ان تكون الوصفه عجبتكم، واتمنى تجربوا. ما تنسوش اللايك والشير. دي بنتي يا جماعه، دي بنتي قالت تسيبيني بقى كده، انا قعدت تاكل. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل فيديو جديد انا بقدمه. اشوفكم على خير، باي باي.